بسكوت العشر دقايق ده بسكوت مش بياخد وقت خالص في تحضيره، وكمان بعمله في الخلاط بيطلع هش ومقرمش ويجنن. يلا نشوفه اتعمل ازاي. بس قبل ما نبدأ زي ما اتعودنا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هحتاج الخلاط، ونزلت فيه ببيضه بدرجه حراره المطبخ وكيس فانيليا ونص كوبايه من السكر، وهضربهم كويس جدا لحد ما كل حبيبات السكر تدوب تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. بعد كده نزلت عليهم بنص كوبايه من الزيت، والزيت ممكن تستبدليه بزبده او ممكن تحطي ميكس ما بين الزبده والزيت. ورجعت ضربت تاني، وبكده اول خطوه تكون خلصت. في بولة نزلت بكوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة خفيفة من الملح. قلبت المكونات الجافة مع بعض كويس قوي، وبعد كده نزلت عليها بالمكونات السائلة. انا في الخطوة دي يا دوب بلم العجينة بس، لكن ما بعجنهاش. لو اخدت حتة منها وكورتها بين ايديا تبقى العجينة معايا ناعمة ومفيهاش اي تشققات. يبقى كده العجينة مظبوطة معايا. بعد كده هبدأ افردها بين كيسين تلاجة، وفردتها بالنشابة بالشكل ده. العجينة عشان مظبوطة معايا ما شاء الله بتفرد معايا على طول. انا عايزة ارتفاع العجينة ميبقاش اكتر من 1 سنتي. وبعد كده اشتغلي باي قطعات بسكوت تكون موجودة عندك، ولو ما عندكيش اي قطعات ممكن تشتغلي بفنجان قهوة يكون حجمه صغير. ما توقفيش نفسك على حاجة. شلت كل الزيادات وفردتها وشكلتها من تاني. ما برميش الزيادات دي، انا بشتغل بيها مرة تانية لحد ما اخلص الكمية كلها. جبت الصينية بتاعتي وفرشتها ورقة زبدة، وابدأ ارص عليها البسكوت. حلوة قوي كده. انا هنا خلصت الكمية كلها. دخلته فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف أوسط. أول ما ياخد لون دهبي من تحت ممكن تشغلي الشواية ياخد لون خفيف بس. ولو لقيتيه وقتها أخد اللون الدهبي من فوق لوحده خلاص ممكن تستني عن خطوة الشواية. تخلي بالك منه في السوا، هيطلع معاكي هش وكريسبي ويجنن يا جماعة. مش محتاج أي حاجة غير كوباية شاي وخلاص. أنا سبت جزء سادة والجزء التاني لزقته بمربى وحطيت عليه من بره فرمسان. لو استخدمتي زبدة او ميكس زيت على زبدة زي ما قلتلك هيطلع معاكي البسكوت ناعم عن كده. الزيت بيخليه كريسبي قوي، فاللي بيحبوا كريسبي قوي يعملوا بالزيت، اللي بيحبوا ناعم يعملوا بالزبدة، اللي بيحبوا لا كريسبي قوي ولا ناعم قوي يعملوا بميكس ما بين الزبدة والزيت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.